يا ترى أول لما تشوف صورة البقرة الصفرا دي، إيه أول حاجة ممكن تيجي في بالك؟ عايزك توقف الفيديو وتكتب لي في التعليقات. تفتكر ليه ربنا عز وجل أمر بني إسرائيل إن هم يذبحوا بقرة، والبقرة دي يكون لونها أصفر؟ وليه لونها كان لازم يكون فاقع يفرح الناس؟ القصة دي فعلا فيها عبرة كبيرة جدا. القصة ابتدت لما واحد من بني إسرائيل اتقتل ومحدش عارف مين اللي قتله، فراحوا كلهم اتجمعوا وراحوا يسألوا سيدنا موسى نعمل إيه في القصة دي. ربنا عز وجل أوحى لسيدنا موسى اذبحوا بقرة، لكن بدل ما يسمعوا الكلام على طول قعدوا يسألوا أسئلة كتيرة، واللي كان منها البقرة دي هيبقى لونها إيه، وكمان شكلها هيبقى عامل إزاي، وسنها هيبقى قد إيه. وفي الآخر ربنا عز وجل وصفها فقال لهم بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. ففضلوا يدوروا لحد ما لقوا بقرة واحدة بس هي اللي بالمواصفات دي، فذبحوها وضربوا القتيل بجزء منها فقام حي وصحي من الموت ودلهم على اسم اللي قتله. والعبرة إن بني إسرائيل كانوا ممكن يذبحوا بقرة أول لما سيدنا موسى قال لهم اذبحوا بقرة، ولكن هم عاملين ناصحين وقعدوا يسألوا أسئلة كتير، فكل ما يسألوا سؤال الموضوع بيصعب عليهم أكتر فيضطروا يدوروا أكتر على البقرة اللي هم عايزينها، مع إن هم كانوا ممكن يذبحوا أي بقرة ويضربوا القتيل بيها فيصحى من تاني. ولكن بني إسرائيل معروفين بالجدل طول عمرهم، ومن هنا نتعلم إن الطاعة أحسن من الجدل. ولو كانوا نفذوا الأمر من الأول كانوا ارتاحوا، ولكن هم اللي دايما بيدوروا على التعب. لو أول مرة تعرف القصة دي ما تنساش تعمل لايك وشاركها مع أصحابك، يمكن ناس تانية تستفيد. وبس كده، سلام.